مساء النور مع حلويات ووصفات أم آسيا، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بوصفة تاع بيتزا بزاف سهلة وتجي خفيفة كيما تاع المحلات. نتمنى أنكم تجربوها. نروح مع بعض المقادير بلا ما نطول عليكم. هنايا نحتاجو في العجينة تاع البيتزا عندي زعتر، عندي حبة تاع بيض، عندي نص ملعقة تاع ملح، عندي ملعقة ونص خميرة تاع كسرة، وعندي ملعقة تاع سكر، وعندي 2 كيلات كبار تاع فرينة. وبلا ما ننساو راح نرونو هذا العجينة بالحليب. هنا نحتاجو حوالي نص لتر تاع حليب هكذاك باش ترونا العجينة تاعنا. كما قلت لكم هنايا نحطو العجينة، نحطو فيها مغرف ونص تاع خميرة كيميائية، نحطو فيها حوالي ملعقة كبيرة تاع الزعتر. هنا الزعتر راهو يعني مهم في العجينة تاعنا. عندي نص مغرف تاع ملح وحبة تاع بيض، وبلا ما ننساو عندي فنجان تاع زيت. يعني اللي عندها زيت زيتون تقدر دير زيت زيتون، اللي ما عندهاش دير الزيت عادي تاع المائدة. ونرونو بالحليب بيان سور، يعني نرونوها بالحليب هنايا حتى يتلم لنا العجين تاعنا. يعني بعد ما يتلم لنا العجين تاعنا على طاولة العمل ندلكو العجين تاعنا، ندلكو حوالي 5 دقائق حتى يعني تولي العجينة تاعنا عجينة لينة. بعدها نغطوها نحطوها تخمر. يعني هذا الوصفة راهي معتمدة عندي، صدقوني كل ما جربتوها يعني راح تنجحوا فيها وراح تولي الوصفة المفضلة عندكم. هنايا بعد ما لميت العجينة كما راكم تشوفوا بسهولة راني رفدت فيها، ندلكها هنايا يعني على طاولة العمل حوالي 5 دقائق. يعني قاعد تشحل وانا ندلك فيها كما راكم تشوفوا. ندلكوها مليح مليح، من بعد نحطوها تخمر. كما راكم تشوفوا راهي طرية. نحطوها نغطوها بساشي ونحطوها تخمر. ومن جهة أخرى نروحو لاصوص تاع طماطم نخدموها اللي هي ثاني سهلة. نحطو مقلاة على النار، نحطو فيها حوالي 2 ملاعق أو 3 تاع زيت، بيان سور النار تكون متوسطة. هنا لاصوص طوماط هذه يعني نقولها لكم وخلوها معتمدة عندكم. هنا عندي حوالي 3 حبات تاع طماطم راني طحنتها، وعندي حوالي 4 فصوص تاع ثوم. نحطو الملح عليها، ونحطو شوية يعني حوالي ملعقة أو 2 ملاعق تاع فلفل أسود أو حرور. بيان سور بلا ما نساو الزعتر اللي راهو مهم في هذه الوصفة. عندي ملعقة ونصف تاع طماطم مصبرة والزعتر. يعني الزعتر كنت طحنته لهنا غير بيديا، وحطيته حوالي ملعقة هكذاك تاع زعتر. نخلطوهم مليح مليح، من بعد نخلوها يعني قد ما الطبخ نحطو عليها حوالي نص كاس تاع ماء، يعني حتى تعقد ونطفو عليها. هذا ما نحتاجوه في لاصوص طوماط. نخليها طيب لهنايا. من جهة أخرى نروحو للعجينة تاعنا. يعني بعد ما خمرتنا العجينة تاعنا هنا كما راكم تشوفوا. نحو هذيك الخمورية. يعني كما راكم تشوفوا لان العجينة تاعنا راهي بزاف شابة. نحطها على جنب يعني العجينة تاعنا باش نوريلكم يعني واش راح نديرو في البيتزا. هنايا في البيتزا يعني صوالح اللي راح نحتاجوهم. بيان سور راح نحتاجو لاصوص طوماط، وعندي هنا شامبينيو زيتون، وعندي بصل وفلفل يعني طرشي. عندي عندي نوعين، عندي خضرة وحمرة. وعندي هنايا الكاشير راني مكرفجاتو. وبلا ما نساو هنايا فخوماج تاع بيتزا ليه هو راه مهم في هذه الوصفة تاعنا. نقطعوا هذه العجينة تاعنا إلى 3.
يعني راح ندير الثخبز فقط، قطعه إلى الثخبز. وهنايا ما راحش نحتاجو الحلال، يعني العجينة تاعنا هنايا راح تفتح معنا بكل سهولة. يكفي انه نرشو الفرينة على طاولة العمل، يعني وكما راكم تشوفوا غير بالاصابع راح نفتحها. يعني راح تساعدكم هنا العجينة، صدقوني نتوما راح تنخلعوا كيفاش تخرج لكم، لانه هذه العجينة بزاف شابة. نفتحوها كما راكم تشوفوا غير بالاصابع. وبيان سور كاينه حاجه، الفرماج هنايا راح تستعملوا اي نوع تحبوا، يعني في بيتزا خاصه اذا استعملتوا فرماج ابيض يعني راح تجيكم بزاف بنينه. يعني انا حبيت نعطيكم الوصفه تاع البيتزا الايطاليه كيفاش تجي دايره. يعني انا نشوفها طريقه خطا انكم تحلوا تفتحوا البيتزا بالحلال، لأنه البيتزا تفتح باليد هكذا بهذه الطريقة اللي مديتها لكم أنا. وبيان سور يعني الزعتر مهم في الوصفة تاعنا. كما راكم تشوفوا هنا حطيتها في سنيوة، ما عنديش سنيوة يعني مدورة، فحبيت نحطها في سنيوة كبيرة. يكفي أنه تحافظوا لها على الشكل تاعها دائري فقط. هنا نثقبوها بفرشيطة باش كي تولي نولو نطيبو فيها ما طلعلناش. مباشرة نجيبو لاصوص طوماط نحطو فيها. يعني هنا لاصوص تاعنا فيها واحد الرائحة هايلة، يعني صدقوني راح تجيكم كيما تاع المحلات. والحشو انتم من الداخل يعني راكم احرار ديروا واش تحبوا. كما راكم تشوفوا هنايا من بعد نحط شويه تاع فرomاج، يعني غير القليل فقط لانه من فوق رانا راح نزيدو. من بعد نجيبو الفلفل الحلو اخضر واحمر او طرشي. هنايا كانت عندي يعني بلونين احمر واخضر، يعني نحطو القليل فقط. نجيبو بيان سور بصل، يعني نحطو شويه تاع بصل. انا ما حبيتش ندير لكم لهنا في هذا الوصفه الدجاج ولا اللحم ولا فيونداشي ولا، فاكتفيت غير بهذو. عندي كاشير لهنا كنت مكرفجاتو نحطوه. وبلا ما نسوا عندي شامبينيو هنايا معلب نحطو القليل. وكلمسة أخيرة نحطو حبة تاع الزيتون. يعني كما راكم تشوفوا البيتزا هنا راهي غنية غير بالخضروات الله يبارك، يعني أكيد الطعم تاعها راح يجي بزاف بنين. يعني وكخاتمة نختمها بفرomاج ربي. وكما قلت لكم يعني تقدروا تضيفوا نوع آخر من الفرماج راح تجيكم بزاف بنينة. وكلمسة أخيرة يعني هذه الجوانب راح نطليهم بالبيض. هنا عندي بنسو نطلي الجوانب بالبيض، ونحطوها بيان سور طيب على حرارة 180 درجة. واللي عندها كوشة يعني تشعل الكوشة من فوق ومن تحت، تنقص لها يعني من تحت وتخليها طيب باش ما تحرق لكمش. واللي عندها فوري يطيب غير من جهة واحدة، يعني اطيبها من تحت من بعد من فوق. حطوها طيب من بعد نشوفوا الشكل النهائي تاع البيتزا تاعنا. يعني هذا هو الشكل النهائي تاعها تاع البيتزا الإيطالية. نتمنى ان الوصفة تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش انكم تجربوها، ما تنساوش ديروا لي لايك وابوني القناة حلويات ووصفات آسف. نضرب لكم موعد اخر ان شاء الله بوصفات جديدة، ونتمنى لكم شهية طيبة. ما تنساوش كي تجربوا الوصفات تاعي كتبوا لي في الكومنتات اذا خرجوا لكم.
ونقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء، إلى موعد آخر إن شاء الله.